بس الدرس الرابع، الوحدة الأولى، الهندسية، العلاقة بين الأوتار والأبعاد. فقبل كده خدنا ان القطعة المستقيمة المرة بالمركز تنصف عمودية، بس ما خدناش اسمها، طلع اسمها بعد يا جماعة. البتاع اللي كانت عمودية وبتنصف اللي هي هنا دي طلع اسمها بعد. ماشي. بيقولك ايه بقى؟ البعد لازم يكون عمودي. مش كنتوا بتشوفوا حاجات عمودية هنا؟ او طلع اسمه بعد، ويجيب لك دي ويطلب دي وتطرح من 360 زوايا رباعي والبتاع. لو قالك بقى انه ينصف الوتر تستنتج انه عمودي، ما احنا قلنا يمر بالمركز ينصف عمودي. دي اوائل الحاجات اللي خدناها في الدايرة الواحدة او الدوائر المتطابقة، لان في الدوائر المتطابقة انا ببقى بتعامل على انها دايرة واحدة كلهم واحد متطابقين، ففي الدايرة الواحدة زي الدوائر المتطابقة. ماشي، نفس الكلام. ندخل بقى في السليم. قالك ايه القاعدتين بتوعنا؟ هما مش قاعدتين، هما قاعدة واحدة معكوسة. يعني إذا كانت الأوتار متساوية فإن الأبعاد تكون متساوية. يعني لو أعطاك وترين مش مهم منفصلين أو براس واحدة، قالك إنهم متساويين، يبقى البعدين دول متساويين. شفت إزاي؟ بقى تقوله بما أن ألف ف ج، ألف ف بيساوي ألف ج اللي هي الأوتار متساوية، إذا م س بيساوي م ص اللي هي الأبعاد متساوية. بس كده، دي أول واحدة. هنعكسها بقى، ما اسمهاش نتيجة تانية، لا دي عكسها بس. قالك إذا كانت الأبعاد متساوية فإن الأوتار تكون متساوية. قالك البعدين دول متساويين، يبقى الوترين دول متساويين، ولو شابكين في بعض برضه متساويين، ملكش دعوة. لو البعدين متساويين يبقى الوترين اللي عموديين عليهم متساويين. هتقوله هنعكس بقى اللي هنا. وعلى فكرة برهان بسيط وسهل، ده مش برهان، ده سطرين. بما أن م س عمودي على، قصدي م س بيساوي م ص، يبقى الأبعاد متساوية. يعني إذا ألف ب بيساوي ج د، يعني الأوتار متساوية. بس كده خلصنا. تعالى بقى أقولك إيه تعمل إيه في الأسئلة. هجيلك إزاي. بسم الله. لو عطاك وترين متساويين هتستنتج من تساوي الوترين إن البعدين متساويين، اللي هي النتيجة هنطبقها. والعكس برضه، لو عطاك بعدين متساويين هتستنتج منهم إن الوترين متساويين، اللي هي ديت برضه. أو العكس، مش فاهم، مش مهم. ولو طلب منك تثبت ان وترين متساويين، دخلنا بقى هنا بقى ايه في الاثبات. تثبت ان الوترين متساويين، نحاول نثبت ان البعدين متساويين. ماشي. عاوز يثبت عاوز اثبات ان دول الوترين متساويين، تروح تقول له البعدين متساويين، تثبتها له، تثبت له دي، ما فكك من دي. قالك دي يبقى تروح تثبت دي. والعكس برضه. ولو طلب منك تثبت ان بعدين متساويين، نحاول نثبت ان الوترين متساويين. حد ماشي؟ لأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاني وجزاكم الله كل خير.